رُحت لواحد من الفرق التانية مُدلِّك، قُلت له: "أنا هادفع لك وتعالَ اعمل لي تدليك عشان أنا محتاج أعمل recovery." طب لو أنا معيش بقى إن أنا أدفع الحاجات دي من جيبي، وأنت واخد بتتكلم بالك جد كده؟ والّا بتهرج والله والّا العظيم زي ما باكلمك. كابتن رامي، إيه سبب تفوّق مدارس شمال أفريقيا زي المغرب والجزاير تحديدًا في الفترة الأخيرة دي؟ أولًا دعم اتحاد واضح جدًا، إمم. معسكرات خارجية منتظمة، احتكاك أوروبي بيساوي إن اللاعب عنده خبرة دولية، ما عندهمش مشاكل في الاتحاد، ما عندهمش اعتماد على المواهب فقط، ما عندهمش حاجات بتأثّر على اللعيبة بالسلب ولا تبيّن إن هو ما فيش دعم. يعني عارف المغرب كده والخطة أو الملف اللي هو معمول بتاع الكورة، اللي هو فكرة اللي هو الدعم والتأهيل اللي شغالين عليه من سنين وبيجنوا ثماره دلوقتي، شغالين عليه برضه في الboxing. نفس الكلام نفس بالضبط، القصة. وبالتالي بيحصل إن في بطولات عالم بتحصل، في أبطال بيتوّجوا في الفترات الأخيرة أكتر من زمان، كل الحاجات دي شغّالة، فطبيعي ما دام بتتعب هتلاقي. هم دايمًا في الأوزان الخفيفة عندهم ناس مميزة يعني. أنت عندك البطلة اللي هي المغربية خديجة دي، ما هي جايبة دهب العالم هي في فوق التقيل، التقيل؟ البطلة الجزائرية إيمان إيمان خليف. إيمان إيمان خليف، إيمان خليف، آه، بالضبط. فنفس الفكرة مش وزن خفيف، فالفكرة هنا هو مش فكرة أوزان قد ما إنها نظام. نظام بيتحط للفئات الوزنية كلّها، معسكرات، احتكاكات، تدريبات، تغذية، فريق فني متكامل. ما إمم. فيش حاجة اسمها إن المدرب ده واحد هو عشان أوفّر فبيعمل كل حاجة، ده بالضبط، متواجد في ماشيين. أماكن تانية، لكن إمم. عندهم هناك تخصُّص. ماشيين بplan معيّنة وماشيين يعني كل واحد يعني في التخصُّص بتاعه، فالموضوع دي بالنسبة أهم لهم نقطة، أسهل. دي أهم نقطة يا كابتن آه، حسين، آه، التخصُّص. آه. لازم. التخصُّص، أنا فاكر إن أنا وأنا في مرّة في بطولة العالم، كنت مخلّص الماتش، محتاج إن أنا يتعمل لي recovery، أنا نازل من الماتش متكسّر، أنا كنت باستخدم أسلوب الhigh guard، فباقفل إيديّا على وشّي دايمًا، فالضربات كلّها بتيجي فين، في الwrist، في الكوع، في الكتف، في عضلة الbiceps، في الtriceps، الدراع بانزل من الماتش عامل كده، مش قادر أرفع إيديّا، فأنا إمم. محتاج إن أنا أعمل recovery، تدليك. بالضبط. رُحت لواحد من الفرق التانية مُدلِّك، قُلت له: "أنا هادفع لك وتعالَ اعمل لي تدليك عشان أنا محتاج أعمل recovery." طب لو أنا معيش بقى إن أنا أدفع الحاجات دي من جيبي، وأنت واخد بتتكلم بالك جد كده؟ والّا بتهرج والله والّا العظيم زي ما باكلمك. أنت عاوز تفهمني إن أنت بتدفع فلوس من جيبك للمدلك بتاع كوبا عشان يعمل لك زي مساج في دراعك عشان عشان أعرف أكمّل عشان مشواري. تعرف تكمّل المشوار بتاعك؟ ما هو أنا هاعمل إيه طيب؟ ما أنا يعني أنت طب أقول لك على حاجة، أنا في المركز الأولمبي كنت باتمرّن متوسط 5، 6 ساعات في اليوم، فعلشان أوصل إن أنا بعد يومين 3 لازم بيحصل لي أصلًا العضلات كلّها بتتفرتك، جسمي كلّه بيتبهدل، عشان إن أنا أوصل إن أنا أعالج ده، لازم إن أنا يتعمل لي recovery وتدليك، ما كانوش بيوفّروا لنا مثلًا في الاتحاد إن هو بشكل دوري كل أسبوعين والّا كل شهر ما يفتكروا نجيب لكم واحد مرّة كده عايز أقول لك كان سريع جدًا، اللي هو أنت ما بتلحقش العضلة أصلًا ترتاح. فأنا علشان أهتم بنفسي وعشان أعمل حاجة، بقيت أجيب واحد من الفرق التانية، علشان إن هو أدفع له من جيبي الشخصي، علشان إن هو يعمل لي الrecovery بتاعي، علشان أقدر إن أنا أكمّل.